كتعلم شي دروس اللي ما عمرك ما تعلمهم الا بقيتي في بلاصه واحده. صراحه خايف منها شويه، هي اول مره غادي ندير الاوف رود، طلعت ليا في الماب بقيت تابعها، غنكون فت شي دوره. ايوا غادي بدات كتعطي الحجاب، مرة كتطلق الرويدة قدامية مع الطلعة. وليت خايف انني نفراني، وليت خايف انني ندور الكيدون. الثقة في النفس مشات. Make their head drop. ياو السلام خوت، صافا كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في اول فلوق. غتكون تسافر انا وخويا، اول مره نسافر مع بموطور. خليكم تشوفوا كيفاش دوزناها. يا صباح الخير. البارح وصلنا مع جويه المغرب لمدينة الشاون الكومبينغ. جينا نيشان، حطينا لي موطو، هبطنا تعشينا، ضربنا واحد الدويره في الليل ورجعنا نعسنا. الطريق كانت زوينه الصراحه، السمش على الطريق. ماشي اول مره كنديرها، يمكن اول مره غادي نديرها بالموطور. الليله الاولى دوزنا في مدينه الشاون، ودابا غادي نشدو الطريق ان شاء الله لواحد شي بلاصه اخرى. المهم خليكم معنا باش تعرفوا. سيو. الصراحة السفر بالموتور واخا نعيا ما نوصف لكم بشكل هاد الاحساس فاش كتحس براسك حر، حتى داك الكونتاكت مع البرد. كتستمتع بالطريق الماكس،
كتكونيكتا مع الطريق، كتكونيكتا مع الطبيعة، مع السما، مع الحياة، فهمتي؟ ما عرفتش كيفاش غادي نوصف ليكم. اللي ما مجربش هاد التجربة كنتمنى ليه الا كان المحبين ديال جوج رويد ولا ديال الطريق ولا ديال السفر بصفة عامة وخيكون كيسافر في كار، كنتمنى ليه التجربة الصراحة حيت زوينة. هو السفر كتجربة كيف ما كان الطريقة باش غادي تسافر تجربة واعرة. كتعلم مزيان، كتعلم شي دروس اللي ما عمرك ما تعلمهم الا بقيتي في بلاصة واحدة. خاص ضروري بنادم يتحرك، كتلاقى بناس في شكل، كتلاقى بناس ثقافات مختلفة، خصوصا عندنا في المغرب واحد غني بالثقافات. كتمشي تطلع للشمال كتلقى بنادم في شكل، كتهبط للجنوب كتلقى بنادم في شكل. الحمد لله على هاد النعمة اللي عندنا، الحمد لله على هاد البلاد والطبيعة اللي عندنا. واكبر دليل على هادشي هو الاجانب اللي كيجيو كيستمتعوا بالمغرب، عارفين القيمة ديالو اكثر منا. علاش ما نستمتعوش حنايا بخلق السعادة؟ ما كلشي قريب عندنا، كلشي ساهل، كلشي خاصك تفكر بطريقة اخرى وصافي. المهم فرعت لكم راسكم بالهضره، سمحوا لي. نخليكم شويه مع الطريق. يلا تهلاو نتلاقاو في البلاصه الجايه. تبان لي بحال بدات كتغرب، بدا كيطيح الظلام وحنايا مازال لينا الطريق باش نوصلو. نشوفوا على حساب فين غادي نباتوا اليوم. نقدروا ناجلوا الوجهه ديالنا حتى لغدا، حيت في الاخر كاينه واحد الطريق اوفرود شويه في الليل غادي تكون صعيب. المهم مع تيسير الله، يا الله يوصلنا على خير. خليكم مع الطريق. يا خوت صباح الخير، نهار جديد. البارح بتنا في واحد البلاصه سميتها الشماعله، جات على البحر قريبه للسطيحات. كنا اولين نباتو في واد القنار، ولكن خرجنا معطلين من مدينه الشاون وقربنا على كومبينغ قريب، لقينا واحد في الشماعله مشينا ليه، ولكن قالوا لنا غادي يبداو حتى لو 1 جويي وحنا مازال ما وصلاتش، مازال شي 10 ايام باش يبداو. اللي عجبني هو واحد السيد اون فاس مع الكومبينغ كيستغل هاد البلان، ودار كانت عنده قهوه دار فيها واحد لاسباس ديال لي طونط. اللي جا وكيلقى الكومبينغ مسدود كيدخل عنده. ناضي معلم، فكرت كي هذا هو البلان. الوغ دابا كيف ما كتشوفوا دابا دخلنا للبيست، غادي نهبطوا لواد القنار. دابا واد القنار بقى لتحت. عيطنا للسيد نعت ليه واحد الطريق جديده يلا كتصيب كتوصل الطوموبيل نيشان لتحت، ولكن جو بونس واقيلا دزت من الطريق العاديه القديمه، هي اللي طلعت ليا في الماب بقيت تابعها. صافي دغيا غنكون فت شي دوره ولا شي حاجه. ما الصراحه بالنسبه ليا السفر بموتور تجربه جديده، وتجربه اللي كتر زعما اللي الصراحه خايف منها شويه. هي اول مره غادي ندير اوف رود ولا البيست لواحد المده، جو بونس واقيلا في الماب كتبين لينا شي ساعه، وموتور كبير راكم عارفين، راه تقريبا كثر من 250 كيلو دابا اللي هاز.
بس كيفاه في الهبطة وفي التراب في الدورات وداك الشيء سيرتو فاش كتنقص الفيتاس كيحاول يغلب عليك شوية وداك الشيء خاصك تبقى حاضي. والرويد تا هما ماشي اوف رود، يلا 30% اوف رود و 70% رود، وانا ما عنديش خبرة بزاف في الاوف رود، راه يلا بديت فهاد المغامرة. يلا دابا راه تقريبا يلا خديت بيرمي شي 3 شهور. ايوا ان شاء الله يكون خير. احنا غاديين دابا مزيان الصراحة، الا بقى الطريق بحال هكا راه بخير. ايوا كنتمناو السلامة للجميع. ايوا القضية بدات كاين الحجر مرة كتلاقى الرويدة قدامية مع الطلعة. المهم كنتخيل كون ضربنا الطريق بالليل. حفظنا الله. وصلنا تمشيها فين شاء الله، الخير فيما اختار الله، فيما تعكس لك شي حاجة عرف راه من الخير. الحمد لله. وحنا ما تابعنا والو، راه حنا مسافرين باش نخرجوا من هذاك الوقت وهذاك الجري وهذاك الشيء ديال المدينة نخليوه في المدينة. ما حدك مسافر عيش صافي تلاقى شد هزة منين خفاف كيف ما كيقولوا. طريقة واحدة.
حتى لهاد اللحظة كنت حاضي راسي تايق في الرويد، تايق في راسي غادي بخير. ولكن مورا هاد اللحظة كلشي تبدل. ايوا الغلط اللي درت هي انني في هبطة وفي التراب وفرانيت بالفران القدامي والكيدون ديجا داير. هاد الغلط اللي غادي يخليني ما نبقاش قادر نفراني بفران قدامي، والمشكله هو ان في موتور كبير الفران القدامي هو اللي كتعول عليه 90%، الفران اللوراني غير كتنقص به السرعه وصافي. المهم نحاول نقص السرعه ما امكن باش ما يهربش ليا الموتور، نحاول ما نفرانيش كاع. وليت خايف انني نفراني، وليت خايف انني ندور الكيدون، الثقه في النفس مشات. دابا غير باش ندور وقفت كبرت الدورة ما عرفتش واش ندور الكيدون غادي يزلق، وداك ما عرفتش كيبان لكم التراب رقيق في الارض، الحجر، هاد الدورة في هبطة. المهم ترونت. هذه صعبت صراحة، تجربة ما عرفتش، هادشي كيخلع صراحة. واللي زاد ستريساني هو ان خويا سابقني الكونيكسيون بيناتنا تقطعات، ما عارفش واش، ولكن ان شاء الله ما واقع والو. والحاجه اللي ما قلتش لكم هو انه صباح مريض اليوم، تبدل عليه الماء ولا كل شي حاجه ديرونجاتو، كيف ديجا هو دايخ في هاد الطريق والشمس صراحة صعيبة شوية. كثرة الخوف وليت كندير دورات كبار، وليت كناقص السرعة شوية، ولكن حاضي كتر. وهادشي اللي ما كيخليكش تزعم، وملي ما كتزعمش كتنقص الفيتاس، ولا نقصت الفيتاس كيتحس بالقوة ديال الموتور كتار، فهمتي كتجي. ايوا كنطلبوا السلامة، الله يوصلنا على خير وصافي. راه هي الوجهة ديالنا لتحت، إلا ما حتشوف بقى لينا تقريبا نص ديال الطريق. السلام عليكم. لاباس عليك؟ اش اخبارك؟ بخير. نهار كبير هذا خويا. والله لا. هذيك دابا كودرون انت كتشوف التلي علاش؟ والله الا ما عرفتش انا، حيت لا جينا دابا انا من فاش تما قلت لي عطاتني بشمالة، الاولى. ملي قلت لي في الشماله خليني نكمل هيه. قلت لك القنطره الاولى والثانيه في الاخر ديالها قطع. زاد دابا يكون في هاد الدوار هذا. هضرت مع انا قال الله يحفظك، قلت واش بهضر لان نسمع الكاسك ما سمعكش. لا قال لي الله يحفظك صافي ما سمعكش. بغيت يحضر الموتور من احسن هنا حدا الباركينغ فين كاين الباركينغ. تما واحد خضوره هذيك زرقاء، اييه تما طونطي حداها صافي. تبقى حدا الواد، حدا الموتور حدا الواد هكا. هذا بلان هذا اللي صافي. واقيلا داكشي اللي ندير. اييه صافي. الا مولانا صافي انا صافي صافي ان نلحق عليك ان شاء الله. صافي الله يحفظك. هذا السعد الاله جيت توريستيك، مثلا شي جروب بغى يجي ولا شي واحد بغى يجي هنايا للمنطقه ولا للريف ناظور، جيت توريستيك عيطوا لي راه معقول الله يعمر دار. انا خلي لكم النمره. للاسف هنا طفات الجو برو، ما زدت واحد شويه وانا نتلاقى بخويا كيتسناني. الحمد لله بخير. خاصنا نهبطوا لهاديك النقطه لتحت حتى الواد. فاش وصلنا اخر عقبه لقينا في طريقنا هي الواد خاصنا نقطعوه، وكانت هي اول مره غادي نجرب هاد الواتر كروسي. كي دازت التجربه ويا الجي بي اس خرجنا من واحد الطريق اوف رود، خلينا الطريق مكاع واخا ما عندناش البنوات ديال الاوف رود راه دزنا بنوات عاديين. الحمد لله الحمد لله.
هاد اللقطات كانوا بالتليفون على قبل انستغرام. انا نخلي لكم انستغرام تشوفوا لا حطيت شي ميني فلوغ بهاد اللقطات ديال البلاصه فين بتنا. حطينا الموطر في الباركينغ وطونطينا حداهم حدا الواد ترونكيل بخير. مازال الصراحه مازال ما يتشاف في هاد الفلوغ. جو بونس الفيديو ديجا طويله. بلا ما نزيد نطول عليكم نخليو الفيديو الجاي ان شاء الله. الا كانت شي ملاحظه ولا شي حاجه خليوها لي في كومونتير وتهلاو في راسكم. تشوفوا الفيديو الجاي ما تنساوش تابوناو تشجعونا والله يكسر خوتنا في فلسطين.